السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين وفي اتم الصحه وفي اسعد حال دايما يا رب. احب اشكركم جدا على دعمكم للقناه وعلى اللايك والشير، واتمنى ان انتوا طول الوقت تفضلوا تدعموني كده، وكمان تكتبوا لي في التعليقات رايكم ايه في الرسائل واخباركم ايه، لان بجد بحب اطمن عليكم. اما بقى المتابعين الجداد فبرحب بيكم، بقول لكم يا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من القناه، وما تنسوش تكتبوا لي اخباركم ايه في التعليقات. وطبعا يا ريت تعملوا زي المتابعين اللي موجودين وتدعموني باللايك والشير، لانه بجد بيفرق قوي معايا. اما بقى مع النهارده معانا رساله حلوه قوي، رساله فيها طاقه ايجابيه عاليه وفيها شغف كبير قوي ما بين الحبيبين. هي رساله من حبيب بيحب حبيبته قوي قوي قوي، وعايز يبعت لها رساله يقول لها انه هو بيحبها ويطمنها ان هم ان شاء الله قريب قوي هيبقوا سوا. يلا بينا نسمع الرساله. الرساله على لسان الحبيب بتقول: حبيبتي، وحشتيني قوي قوي قوي. انا عارف ان انتي زعلانه مني علشان انا بقالي شويه بعيد، لكن اكيد هتسامحيني لما تعرفي الخبر الجميل اللي انا جايبهولك، اللي هو مخليني استحمل كل البعد عنك ده ومخليكي زعلانه مني. صدقيني الموضوع كله ان انا فعلا كنت بعيد علشان اخطط لمستقبلنا، اخطط بشكل احسن وبشكل يكون فيه ترتيب للاولويات، علشان ازاي اخلي حياتنا اسعد. لان انتي عارفه اصلا ان هدفي من ساعه ما ابتديت العلاقه دي ان انا اخليكي شخص سعيد، والحمد لله ربنا وفقني وحاسس ان انا قدرت احقق ده. اكيد انتي حاسه بكل مشاعري وقد ايه ان انا بتعب علشان اخليكي سعيده، وبجد انا شايل فوق كتافي حمل ان انا احاول انسيكي اي تعب شفتيه قبل ما اظهر في حياتك، واحاول ان اخلي حياتنا احنا الاتنين مع بعض عباره عن سعاده. انتي تفيديني بحبك ومشاعرك وتديني الاحتواء والحنان، وانا كمان اديكي كل اللي انتي عايزاه. ما خليكيش محتاجه لحد، ما خليكيش محتاجه لمساعده اي شخص. لما تحتاجيني تلاقيني طول الوقت في ظهرك. عايزك تحسي ان انا السند ليكي، ان انا الراجل بتاعك، اللي مهما تحتاجي ومهما تعملي هتلاقيني انا موجود علشانك. بس حاسس ان ربنا خلقني علشان اعمل لك كل اللي انت عايزاه. معلش انا رغيت كتير، بس بجد انا جوايا مشاعر كتيره قوي ومشاعر متلخبطه قوي، بس ممكن الخصها في حاجه واحده: راحتك انتي. انا حاسس ان ربنا مخليني في الحياه دي عشان اخليكي انتي تستريحي، فانا كل حاجه بعملها بكون حاطط قدامي انتي. هي لو انا عملت ده هتبقي مستريحة؟ لو عملت ده هتبقي سعيدة؟ اللي بعمله ده هيفرق معاكي ولا مش هيفرق معاكي؟ اللي انا بعمله ده هتشوفيه ازاي؟ بجد كل ده بفكر فيه قبل ما اعمل اي حاجة في حياتي. انتي الاساس، انتي اللي على اساسها ومن خلال نظرتك للامور بقرر انا هعمل ايه. علشان كده كل امنيتي انك تكوني سعيدة. اما بقى يا ستي سبب ان انا كنت غايب الفترة اللي فاتت دي، ده لاني كان عندي شوية مشاكل مع اخواتي زي ما انت عارفة، يعني بخصوص الميراث وبخصوص الفلوس اللي سابها والدي الله يرحمه. كان في شوية حاجات كده، وكان في طمع طبعا من اخويا الكبير اللي انا عمري ابدا ما كنت اتخيل ان هو كده. طول الوقت كان هو بيتعامل معانا ان هو الاب، هو اللي خايف علينا وخايف على مصالحنا، بيراعي امورنا ونفسه يكبر راس مالنا ويخلينا عندنا فلوس كتير من غير ما ياخد دماغنا ده على حد كلامه، يعني بالسوق ومشاكله والتجار والخناقات والمنافسة والصراع اللي في السوق. لكن بعد ما والدي مات اكتشفنا ان هو كان بيعمل كده ومتعمد ان هو يبعدنا عن التجارة وعن الفلوس عشان ما نعرفش الدنيا ماشية ازاي. ولما والدي يتوفى ما يبقاش قدامنا حد غيره يقول لنا احنا معانا كتير، معانا شوية، ناخد كلامه ثقة. وده طبعا بيسيب له مساحة كبيرة قوي ان هو يقسم الفلوس بالطريقة اللي هو عايزها، ما ندورش وراه. لكن اللي حصل ان احنا عرفنا من اكتر من حد ان والدنا كان سايب حاجات كتير قوي، وده اللي ما صرحناش بيه اخويا. كان محسسنا ان والدي مديون، واحنا كمان المفروض نساهم في الدين ده عشان نسدده، وهو كتر خيره هيحاول ان هو يكلم الديانة علشان يصبروا علينا شوية. لكن لما واجهناه بقى بالموضوع وعرفنا ان والدي سايب كتير، قال لنا طب ادوني فرصة وحاول يتهرب مننا علشان ما يدناش حقنا دلوقتي. لكن توصلنا الحمد لله لحل وسط. اعتقد ان هو ما خدناش حقنا بالكامل، بس هو احسن من ما فيش. فانا دلوقتي طبعا ظروفي بقت كويسة جدا، وبقى عندي استعداد ان انا من بكرة اجي واتقدم لاهلك ونكون سوا،
لان انا بجد مش قادر على بعدك اكتر من كده. والحمد لله شايف ان دي خطوة كويسة قوي في حياتنا، ان احنا نبتدي ومعانا فلوس كويسة تقدر يعني اقدر اقوم بيها مشروع صغير، واقدر كمان اجهز البيت اللي احنا عايزينه على اعلى مستوى، ونبتدي كده حياتنا بأمر الله، ما يكونش عندنا مشاكل ولا عندنا أي حاجة. وبأمر الله لما انت تكوني معايا كل حاجة صعبة هعرف أحلها، لأنك انت وجودك جنبي بيديني إحساس كبير قوي بالأمان والطمأنينة. انت عندك كده حنان شبه حنان الأمهات، ففعلا مهما بيكون عندي من مشاكل لما بكون جنبك بنسى كل الدنيا وبحس بالراحة وقد ايه انا سعيد. فانا حبيت اقولك ان انا غيابي الفترة اللي فاتت دي ما كانش اونطة، ما كانش من غير فايدة. الحمد لله ربنا كرمني وهعرف نبتدي حياتنا سوا وخلاص. قريب قوي هنكون مع بعض. فياريت تبتدي بقى تشوفي انت محتاجة ايه، واكتبي لستة كده وحضريها بالحاجات اللي انت عايزاها، علشان بالظبط بسرعة قوي هقدر انفذها لك في اقرب وقت. وبجد انا عايزه اقولك ان انا ببقى عندي طاقه كده رهيبه لما بفتكر ان خلاص اقعد افكر في ان انا وانتي خلاص هنبقى قريب قوي مع بعض في بيت واحد، ان انا وانتي مش هيبقى في ما بيننا اي مسافات، ان حلمنا اللي قعدنا فتره كبيره قوي وبقالنا شهور وسنين عمالين بنفكر فيه وامتى يحصل وازاي ربنا اراد ان هو يحصل في ايام. وان خلاص كل العواقب اللي كانت قدامنا شايفين ان الامور الماديه عندنا ما كانتش سهله، ان احنا صعب ان انا اتقدم لك دلوقتي، ان في حاجات انت محتاجاها انا كنت حاسس ان انا عاجز عن ان انا اجيبها لك، ده كان احساس وحش قوي. كون ان انا شايف ان الحمد لله ربنا اكرمني وقادر اعمل كل ده بجد مخليني عندي تفاؤل رهيب، وحاسس ان لسه مستقبلنا والحاجات اللي جايه كمان هتكون احسن واحسن، وان انا قدام هقدر اكبر واكبر في مشروعي واشتغل واعمل لك كل اللي انت عايزاه. بجد انا نفسي اخلي حياتي انا وانت كده قطعه من الجنه، وان كمان ربنا لما يرزقنا باولاد يكونوا مش محتاجين اي حاجه، اللي يفكروا فيه كده بس ولا اللي بيحلموا بيه ربنا يقدرني والاقي نفسي قادر اعمله لهم وزياده كمان. وطبعا في كل ده مش هنساكي وانسى وقفتك جنبي السنين اللي فاتت، وانك طول الوقت كنت بتدعميني وبتقولي لي اوعى تيأس، ان ربنا اكيد هيفرجها من عنده، وان ربنا شايف ان احنا بنسعى وبنجتهد وعايزين نكون مع بعض في الحلال، فاكيد ربنا هيسر لنا الحلال ده. فبجد بجد انا مش عارف لو انتي مش معايا كنت هعمل ايه. انتي طبعا عارفه ان انا كم مره فكرت ان انا اهاجر، لان انا شايف ان مستقبلي ما كانش هنا، وانتي السبب الوحيد اللي كان بيخليني اتراجع عن الفكره دي، وان لا حياتنا هنا وسط اهلنا وسط ناسنا واصحابنا، وكمان احنا هنا لينا ذكريات ولينا بيت ولينا اماكن مشينا فيها عاملين ذكريات. صعب قوي ان احنا نسيب المكان ده ونروح على بلد تانية ما نعرفش فيها حد وملناش فيها اي حاجه، ولسه ندور نصنع ذكريات جديده وصحاب جديد. عمرهم ابدا ما يكونوا الصحاب دول زي صحابنا واهلنا اللي احنا اتربينا معاهم. فبجد انا مدين ليكي بحاجات كتير قوي، مدين ليكي ان انت بتحاولي طول الوقت تربطيني بالمكان اللي احنا اتربينا واتولدنا فيه، مدين ليكي ان انت طول الوقت بتساعديني ان انا اكون احسن، وانك تدعميني ان انا اكمل واستمر وما يأسي ابدا. مدين ليكي بحاجات لو قعدت اعدها لك من هنا لحد اخر يوم في عمري بجد عمري ما هوفي لك حقك، لان انت نوع من الستات بقى نادر قوي دلوقتي. مفيش ست دلوقتي تستحمل الظروف الصعبة اللي انتي استحملتيها معايا، مفيش ست دلوقتي تستحمل ان حبيبها ينشغل عنها ويقول لها معلش اصل ورايا شغل، معلش اصلي عندي مشاكل، واول ما تشوفيني بتقابليني بنفس الابتسامة كأني ما غبتش عنك. بجد الحاجات دي كلها بتخليني اقدرك اكتر واكتر، واعرف قد ايه ان انا ربنا مهديني بكنز لازم احافظ عليه. ربنا يخليكي ليا يا رب. فبجد انا محتاجه اعترف لك ان انتي حبي الوحيد، حبي اللي انا اخترته بكامل ارادتي، اللي اخترتك لما كبرت ونضجت. اكيد انتي عارفه ان كان ليا علاقات قبلك بس عمرها ابدا ما وصلت للمرحله اللي انا وانتي وصلنا ليها سوا دلوقتي. انا حاسس ان روحي وروحك مربوطين سوا، ان انا وانتي مكتوبين لبعض، ان انتي بتاعتي ليا انا، وما ينفعش ابدا تكوني لحد غيري. وانا عمري ابدا ما ينفع تحل محلك اي واحده مهما كان هي ايه وجمالها ايه وطباعها، مفيش ابدا واحده تملى مكانك جوايا. انتي الحب اللي اخترته وانا كبير، اخترته بكامل ارادتي، ودعيت ربنا في كل وقت وفي كل صلاة ان يخليكي ليا لحد اخر يوم في عمري.
واموت وانا بين ايديكي، ونجيب كده ولاد يكونوا شبهي وشبهك، شبهك في الشكل وفي الطباع، شبهك في الملامح، في كل حاجة، وتربيهم كده على الحاجات اللي انتي اتربيتي عليها، على قناعاتك ومبادئك، يطلعوا نفس اسلوبك ونفس طريقة كلامك وسلاستك وجمالك. بجد انتي نعمة كبيرة قوي، ربنا يديمها في حياتي. ونفسي ان انا وانتي نبقى واحد فعلا، ما يبقاش في بيني وبينك اي خلاف او اي اختلاف. الحاجة اللي تفكري فيها قوليها لي من غير اي تزويق ومن غير ما تفكري يا ترى هشوفك ازاي، يا ترى هينفع اعملها ولا لا. انا اي حاجة بتيجي في بالي بقولها لك، ما بخبيش عليكي اي حاجة. عارف ان الصراحة والوضوح هي اهم حاجة في العلاقات، وفي علاقتي انا وانتي بالذات حاسس ان انا وانتي واحد، ما ينفعش انتي تخبي عليا حاجة ولا ينفع انا اخبي عليكي حاجة. علشان كده شايف ان احنا لازم نسرع قوي بان احنا الاتنين نبقى مع بعض، ان احنا الاتنين نبقى في بيت واحد. ويلا كلمي اهلك بقى علشان اجي ونحدد مع بعض ميعاد الفرح، لان فرحي الحقيقي يوم ما تبقي في حضني وفي قلب بيتي. بحبك قوي يا اغلى عليا من نفسي، بحبك وهفضل احبك لحد اخر يوم في عمري. بحبك وبدعي ربنا ان يجيب لي اولاد منك تربيهم واشوفهم هما بيكبروا قدام عينيا وهم شبهك. فيا رب يقدرني وخليكي سعيدة وخليهم هما كمان سعدة، لان حاسس ان السعادة اصلا ربنا خلقها علشانك. ولو انتي مش هتكوني سعيدة مين اللي المفروض يكون سعيد؟ انا بحبك قوي، ونفسي ربنا يديني اكتر عشان اعوضك عن اي تعب او اي حاجة شفتيها قبل ما اظهر في حياتك. ويا ستي لو انا زعلتك قبل كده في اي حاجة، يا ريت تسامحي وتنسي، وتعرفي ان خلاص اللي جاي كله عمر ابدا ما هيبقى فيه اي حاجة تزعلك. اللي جاي كله هيبقى فرح وبس، فرح وسعادة وبس. بحبك قوي يا اغلى عليا من روحي ومن نفسي. بحبك. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهارده، رسالة من حبيب بيحب حبيبته لدرجة العشق والجنون. حبيب بيحب حبيبته نفسه ان هو يكون معاها النهارده قبل بكره، علشان كده باعت يقول لها ان هو بيحبها، وان هو خلاص قرر يبقوا سوا، ان هو خلاص ابتدى في التجهيزات بتاعة البيت والعفش، ومش طالب منها اي حاجة غير انها تختار فستان الفرح علشان يبقوا سوا في بيت واحد، وان هو كمان هيعمل لها كل اللي هي عايزاه. فيا رب جمعهم سوا هم وكل اللي بيحبوا بعض، يجمعكم في الخير ويحقق لكم كل احلامكم، وتفضلوا سعداء وتفضلوا مع بعض لاخر العمر. دلوقتي اقول لكم سلام عليكم، واستنوني مع رسالة حب جديدة.